السلام عليكم. احلى فطار النهارده. هنعمل فطار جميل وخفيف ولذيذ، ينفع حاجات كتير قوي. اول حاجه جبنا الجبنه القريش بتاعتنا، وجبنا الخيارايه والطماطمايه. بصوا الطبق بتاعنا جميل قوي، ميكس رائع جدا، حلو قوي. ومعاه بطاطس، وكمان الكابتشينو عملناه النهارده برغوه جنان. تابعوا الفيديو معانا، حلو قوي. بصوا طعمه عسل، حلو قوي. بصوا الجمال، حاجة كده عظمة. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. جبنا الخيارية بتاعتنا، قطعناها ترانشات صغيرة، مكعبات كده، والطماطم كمان قطعناها مكعبات، والبقدونس بتاعنا والشبت قطعناه كده سلايس صغير. بس اوعي ايديكي، خلي بالك، موضوع سهل. بتوع الدايت يحبوا الخضار، حلوة قوي، والجبنة القريش مفيدة جدا. كل الحاجات دي حلوة قوي. هنحط كل ده في البولة بتاعتنا. ميكس حلو قوي، جميل قوي يا بنات. حطيناه، هنقلب البولة بتاعتنا، وبعدين نحط الدريسنج بتاعنا خطوة خطوة. بس ننضف الاول، نضافة من الايمان. وهنعمل كمان النهارده بطاطس شيبسي. عندي بطاطستين كده، قلت اعملهم شيبسي بقى كمان جنب اللي ادلع نفسي. ما انا بالصبح بقى براحتي. جبنا الميكس بتاعنا، نقلبه كده، قلب قلب قلب، رج رج رج، يبقى احلى ميكس وخفيف ولذيذ اخر طعامه والله. الناس اللي بتقولك الاسعار غاليه، لا، ما في حاجات جميله اهي، تنفع فطار، تنفع غدا، تنفع عشاء، كله يمشي معاكي، كله نعمه ربنا، حلوه قوي. هنقلب الجبنه القريش معاه كده حبه حبه زي ما انتوا شايفين. بصوا ميكس الالوان بجد عظمه والله، حاجه حلوه جدا وتفتح النفس. بعيد بقى عن الفول اللي بيوجع القولون ده والحاجات التانية التقيلة دي، لا، خلينا في الحاجات الخفيفة المفيدة. وعليه كمان معلقة زيت زيتون صغيرة، مش كبيرة علشان الدايت، انا بعمل دايت. ومعلقة كمون طبعا، حلوة قوي. اللي عايزة تحطي شطة برضو حطي براحتك، يعني اختياري. هنقطع ترنشات طماطم كده جنبها، بحبها قوي جنب الجبنة القريش، مع ان فيها طماطم يعني، بس برضو جنبها برضو تبقى حلوة قوي. هننضف البولة بتاعتنا، مع ان احنا مش هناكل فيها يعني، بس برضو انا بحب انضف كل حاجة ورايا. بقت جميلة اهي، حلوة. ما تنسوش، اوعوا تنسوا الخطوات بتاعتنا، ما تنسوش الميكس اللي احنا عملناه، ميكس جميل جدا. خيارة وطماطمايه وجزر وطماطمايه وخيارايه والخضرة بتاعتنا اللي هي الشبت والبقدونس، وحطيناهم على طول على على الجبنة القريش بتاعتنا. جبنا الطبق بتاعنا اللذيذ، حطينا عليه 2 كابوتشا كده، فردناهم كده بطريقة حلوة. طبعا العين بتاكل قبل البق طبعا. حاجة كده عظمة، حلوة قوي الميكس ده يا بنات، جميل جدا. بصوا حاجة خفيفة وتفتح النفس. الله، بجد تسلم ايدي والله، جميل. عارفة لو عملتي بتنجانية جنبها قطعتيها ترانشات، اوكي. عايزة تاكليها كده تكتفي بهذا الطبق، لا بجد حلو قوي الطبق ده وخفيف. يلا بقى نشوف البطاطس بتاعتنا. انا عملت في البطاطس، نقعتها في ميه وغسلتها مرتين، وبعدين بعد ما غسلتها مرتين حطيت عليها حبه خل بس، ما حطيتش اي اضافات تانية. غليت الزيت بتاعنا، نزلت بالبطاطس واحده واحده، ما نزلتش بيهم مره واحده، ووطيت على البطاطس 5 دقايق، وبعدين وطيت عليها. بس كده يا بنات. بصوا بطاطس طلعت اهي، تحفه تحفه تحفه، بجد عظمه، جميله جدا، حلوه قوي البطاطس. بصوا بتقرمش ازاي، حاجه كده فاخر من الاخر زي ما بيقولوا. يلا بينا بقى نحط عليها احلى كاتشب، جميل جدا. ايه الجمال ده، لا بجد عظمه. وهنا سنسكت قليلا، ناكل بقى وندوق. نجيبوا احلى رغيف عيش كده وندوق العظمه اللي احنا فيها دي،
حاجة كده جميلة جدا. اتفضلوا معايا، حلوة قوي. جبنا العيش بتاعنا، هندوق الوصفة بتاعتنا بكل سهولة. احنا هنسكت النهاردة ابدا، لازم نعمل احلى مج نسكافيه تحفة. بصوا الجمال، بجد عظمة، حلو جدا. هنجيب المج بتاعنا. مكونات الكابتشينو ده سهل قوي. اول حاجة هنجيب النسكافيه البريك ده زي ما انتوا شايفين، وعليه شوية لبن ساقع عادي، يعني عايزين تحطوا لبن سخن براحتكم، يعني حسب الاختياري. يعني انا بعمله في ثانية، حبة لبن ساقعين كده، وبعد كده المية السخنة اللي بتغلي بقى، وعليهم تركاية كده وحركات هوريها لكم حالا، هتدي رغوة تحفة تحفة يا بنات. الكاتل بس ايه لسه بيغلي. طب ناكل لنا واحدة بطاطساية كده، طب ندوقها شوف ايه الكلام. لا بجد حلو. الكاتل خلص اهو يا بنات. هنحط المية السخنة الجميلة. بص الرغوة حكاية والله، من غير ما اقلب ولا حاجة. بص الرغوة شكلها عاملة ازاي، حاجة كده جنان، حلوة قوي، جميلة. قلبنا بقى كده خلاص. يلا بينا بقى ايه، نهضم الاكل اللذيذ الجميل ده باحلى صباح الخير واحلى صباح الورد وياسمين. صباح جميل ببدأ بيه يومي كل يوم. لازم النسكافيه ده اساسي بالنسبة لي عشان اقدر افوق. حلو قوي. يلا بينا نعمل تركة تانية. هنحط بقى ايه، حبة نسكافيه بس بلاك. بص التركية بقى اللي هتيجي دي، نسكافيه بلاك، خدت رشة كده هتحط على الوش كده، تدي شكل وايه وريحة. الله، احلى صباح ده ولا ايه؟ صباحكم جميل. نسيت احط شوية عسل. انا كده كده ساعات يعني انا بشربها اصلا من غير سكر، بس لما احط عليها عسل كده يعني يا دوبك ربع معلقة، ربع بالعافية، لان انا ما بحبش الحاجة مسكرة قوي. حلو جدا جدا. بصوا حكاية والله. بص بقى التركية الاخيرة، العسل مش عايز يخلص. ايه كانتش ربع معلقة دي، حلوة قوي والله. التركية بقى بص رشيتها على الوش ازاي، جميلة جدا. تقولي لي مطاعم، بحبكم كتير، يا ريت تدوني لايك. سلام عليكم.